انهم ارتكبوا جريمه حرب وكانوا بيتجدعوا امبارح وطلعوا لايفات واحنا وقاطعين النت والبلد دي احنا سياده، مكسب اعلامي. لكن لانه الجيش ده مؤسسه بلعكم، خلاكم 3 4 ساعات ثبتوا الموضوع على نفسكم، حلو؟ جيتوا بعد ذاك قمت استوعبت وقلت والله احنا ما بنقدر نقطع النت. ليه ما بتقدر تقطع النت؟ لانه احنا الدوله. والنت ده جايك بوين؟ ما جاي من بورسودان. ما في كيبل بحري. انت كيبل بحري ده قالوا الخرطوم فيها بحر؟ انت شايف النيلين ده اللي تلاقوا في المقرن قايلهم بحر؟ الكيبل ده عابر البحر، جاي البحر الاحمر هنا، والكيبل ده مغره هنا في بورسودان. انت وابوك وابو ابوك ما بتقدر تقطع النت، لا تستطيع. امبارح هنا كنا بنتكلم في ملف الانترنت ده، قلت لك يا اخي اسمع دي شغله فارغه وخليه يضربه ما في مشكله، وبكره بيرجع موضوع عادي. لا تستطيع، انت ما بتستطيع. فانت عملت تخريب، احنا عندنا مليون نقطه ثانيه. عملت تبويظ، احنا اللي بنصلح، احنا اللي بنصين. لكن تيجي تقول لي اتحكم في قطاع الاتصالات، لا تستطيع انك تتحكم. ما الكيبل ده داخل ببورسودان، واحنا بورسودان واحنا الخرطوم واحنا مدني واحنا اي حته، احنا الدوله. اطمنك تاني، هو ممكن يضرب الكيبل، ما قاعد يضرب الكيبل الدعامي مع حمر. امبارح قلت لك هي وسيله التواصل حقتهم الشبكه السوداني دي وزين. لو قطع الحاجه دي هو قطع التواصل تماما، ما بيقدر يعمل الحاجه دي. هسه احنا الشركات بتاعت الاتصال، الكيبلات، مقرات زين، مقرات سوداني، احنا كحكومه السودان المفتحه وكشفاته القوات المسلحه بدل نجيب فيها خدمه وتكلفه وبتاع، حاطين فيها الدعامه دي حاسينها. نعم، ما هو الحارسه لينا حسي والله. والله بالرجل بتاع الاتصالات ده احنا الجيش ما بنضربه، ما حقنا. لكن كمان يعني سياده برهان الكاهن قال يا اخوانا بدل تكاليف واعاشه وتودوا جيش يحرس الكوبري جيبوا الدعامه دي. خدتهم في الكوبري، خدتهم في برج الاتصالات.